ولا تدخل اليأس في قلوب الناس. نحن عندنا إمام عظيم ينتظرنا أحبابي، ونحن ننتظره. مرة واحدة تراه، سبحان الله، هذه العلامات، 10 علامات، 20 علامة، 40 علامة، العلامات الخمسة الفارقة الواضحة، ومعها أكثر من 100 علامة، وكلها وقعت إلا العلامات الخمسة. العلامات الخمسة تقع في ظهور الإمام سلام الله عليه، في ظهور الإمام. الرايات، العلامات الرايات، يقول لك راية اليماني، راية السفياني، راية الخراساني. سبحان الله، من الخراساني ومن السفياني ومن اليماني؟ وانت لاحظ السفياني، دائما اذكركم السفياني من ابناء يزيد بن معاوية، وكله حقد. لا اقول لكم ماذا يصنع السفياني، لانه عدم ذكر هالامور افضل. مزعج عمل السفياني، مزعج بشكل عجيب. ابسط الامور عنده انه يأمر بقدور راسيات من الزيت المغلي الذي يفور، ويجعل في هذه القدور الذين يقفون ضده. هذا أبسط الأمور اللي أقول لك فيها. التفتوا، هذا المعنى الدقيق. يخرج من الوادي اليابس في فلسطين السفياني، بنفس اليوم، بنفس الساعة، بنفس الدقيقة يخرج اليماني من صعدة في اليمن. الآن تشوف الأجواء في اليمن مشتعلة. هاي 8 سنوات ليست المسألة اعتباطية وهكذا، لا، في قضية كبرى ستحصل في اليمن وتخرج من اليمن، وإذا معه 70,000 فارس. لا تصورهم راكبين دبابات، لا، ويحملون قنابل وRPG، لا، المسألة أكبر من هذه. 70,000 يخرجون مع اليماني من صعدة في اليمن، كلهم على خيل مسرجة وبأيديهم سيوف، لو وجهوا السيوف على الجبال لقدوها قدر. جيش عظيم يخرج. وين هؤلاء أهل الدبابات والغواصات يستطيعون أن يقفوا أمام اليماني وأمام جيش اليماني؟ ما يستطيع. يطلع جيش السفياني أيضا يتحرك كما قلت لكم. سفيان يأمرهم أن يذهبوا لإلقاء القبض على الإمام المهدي. على عقلك العفا، على عقلك العفا يا ابن هند. وإذا الإمام سلام الله عليه يأمر الأرض بين مكة والمدينة، الإمام بين الركن والمقام يرفع يده إلى الأرض، أبيد القوم، تنفتح الأرض، يدخل هذا الجيش بالآلاف مئات الألوف وينتهي في لحظات. الإمام أسلحته لا يعلم بها إلا الله، الكون كله سلاح مع الإمام، الملائكة مع الإمام. من كان يتصور أن موسى بن عمران يكون عنده سلاح اسمه البحر؟ من كان يتصور؟ لو جاء رجل إلى فرعون وقال له يا فرعون موسى سيضربك بالبحر، يقول كيف يضربني بالبحر؟ يقول له والله اللي انت ما تؤمن بالله، موسى بن عمران راح يرفع البحر ويضربك على وجهك بالبحر. ما يعقل هذا، ما يوصل إليه. وإذا يصل موسى إلى البحر ومعه بنو إسرائيل ويتبعهم فرعون ومليون مليونين طالعين كلهم مرة واحدة، يريد يلقي القبض على موسى وأصحابه يقتلهم. فأصحاب موسى مشرقين، طلعت الشمس وهم ماخذهم البحر. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، رحنا احنا. موسى قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحى الله إليه يا موسى هاي العصا بإيدك، البحر راح يتحول مثل الغنم بإيدك،
اضرب البحر بعصاك، وضرب البحر انفلق البحر. يلا يا بني إسرائيل اليهود اعبروا. قالوا لا، نحن 12 قبيلة، افتح لنا 12 طريقا أو 12 طريقا، لأن الطريق مذكر ومؤنث. فتح لهم، ضرب 12 ضربة، 12 ضربة، كل ضربة طريق. الله قال لموسى إذا عبرت اترك البحر رهوا، لا تغلق البحر، البحر إلنا شغل فيه، اترك البحر رهوا. وصل فرعون ركب على حصان، وحصان فرعون تعرف شلون حصان، والجيش معه والجنود والدنيا كل حاشية فرعون معه، اللي كان يظلمون الناس، يقتلون الناس، يدمرون العالم. فوصل فرعون، شاف هاي الجدران ماء وكلها شبابيك ونوافذ وتمشي والماء يفتر، عرف قال هذه المسألة. الشيطان أيضا التفت إليه قال له ها أنت وينك، أنت الرب، تقدر نسوي على هالقضية هذه، لا تتأخر، اعبر أنت سالم. يقول له أنت سالم اعبر. يقول له إلى الفرعون، لا فرعون توقف الآن، شنو ماذا يحصل؟ جاء أسباب، هي أسباب ثم أتبع سببا. هذا راكب حصان وحصان فرعون، جاء جبرائيل راكب على كحيلة، يعني فرس مهرة حلوة جميلة، مشت أمام حصان فرعون. حصان فرعون شاف هاي المهرة اللي راكبها جبرائيل، مشى وراها، نزل بالبحر، الجيش كله نزل. فلما نزل في البحر، شوف القصة وين، نظر إلى حوافر فرس جبرائيل، التراب يتحول إلى حياة. جبرائيل راكب على فرس ما يمشي، تراب اللي تحت حوافر فرس جبرائيل يتحول إلى حياة. صار ياخذ قبضات، هو هذا السامري ياخذ قبضة منها وقبضة منها وقبضة منها، ويجمعهم في كيس، عنده كيس قونية على تعبيرنا، جمع فيها التراب كل حياة، لأنه هو بصر، شاف أبصر أن فرس جبرائيل تترك التراب فيه حياة. ودخلوا البحر، وطلع السامري من ذيك الصفحة، من ذلك الجانب، كلهم خرجوا إلا فرعون، أطبق البحر عليهم جميعا. خرجوا يعني أصحاب موسى خرجوا، إلا فرعون وأصحابه أطبق البحر. يا موسى مر البحر أن ينطبق عليهم. موسى ألقى خطاب على البحر، يلا يا بحر أطبق عليهم. وإذا هالأمواج العملاقة مثل الجبال ضربتهم كلهم جميعا. لكن يا موسى، الله يقول لموسى فقط جثة فرعون وجسد فرعون راح يبقى آية للأجيال، آية للطغاة، للحكام الظلمة. شوف عندكم حكومة أنتم مثل حكومة فرعون، عندكم قوة مثل قوة فرعون، انظر النتيجة، نتيجة فرعون. كل الجيش راح، أخذته الأمواج وابتلعه البحر، انتهى. الجنود كله ما فقى شيء إلا فرعون، بقت جثته طافية على الأمواج. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، أو في آية أخرى آية لمن خلفك، بتكون علامة للأجيال القادمة. الله يقول للفرعون، يقول له اليوم ننجيك ببدنك، لكن بدنك راح يبقى إلى آلاف السنين، كل الأجيال تنظر إلى الحاكم الظالم الخائن، ما هي نتيجته. الآن تدرون فرعون موجود ولا ما موجود؟ هاي المومياء اللي موجودة بالمتحف في مصر، جسد فرعون موجود محنط. ذاك اليوم كان يحتاج له إلى عملية، وين؟ في مستشفى في فرنسا. طلعوا فرعون الزعيم وأخذوه إلى فرنسا. لما نزل بمطار
دي جول في فرنسا أخذوا له تحية عسكرية، قالوا لأن هذا زعيم، أخذوا له تحية عسكرية وأبواق وموسيقى، ودخلوا له المستشفى عالجوه. سبحان الله، وهم لا يعلمون هذا أمر من الله. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أو لتكون آية لمن خلفك. كل الشعوب تأتي الآن يدخلون في المتحف المصري، فرعون مسجى. هذا فرعون، هذا اللي كان يقتل وينهب ويسجن ويعذب الناس ويصادر أموالهم، يصادر حرياتهم، ما يسمح لهم بالانتقاد، ما يسمح لهم أن يقولوا كلمة الحق. هذه نتيجته، ونتيجة كل فرعون لعين بالأرض وكل حاكم خبيث بالأرض، هذه نتيجته. بعد ذلك موسى سلام الله عليه راح إلى ميقات رب العالمين 40 يوم كما تعلمون، وترك أخاه هارون، تركه. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أنا رايح لميقات رب العالمين. 40 يوم موسى في لها 40 يوم بقدرة الله لم يأكل ولم يشرب، ما كان يشتهي طعام ولا ماء 40 يوم، وهي معجزة كبرى إله. كيف الله أنام أهل الكهف 300 سنة، وكيف أمات عزير 100 سنة وتفتح عينه ورأى الطعام، مر عليكم الكلام. فموسى هكذا كان. وإذا هنا فرصة على أساس 30 يوم يغيب عنكم، اليهود ماذا صنعوا؟ يوم 31 انقلبوا كلهم على هارون أخو موسى. هارون قال لهم أخي سيأتي يرجع، لأنه وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. 30 خلصت، ثاني يوم 31 كل اليهود انقلبوا، قالوا نريد إله نعبده صنم. طلع السامري هذا العالم المنحرف قال لهم أنا عندي الحل، يلا يا نسوان يا عالم، الذهب اللي عندكم اعطوني اياه أنا أدعو لكم. كل النساء أعطوا الذهب للسامري. السامري صائغ يشتغل بالصياغة، فقام وصب الذهب كله وصنع منه عجل كبير من ذهب النسوان اليهوديات، عجل كبير. ثم أخذ التراب اللي هو قبضه من تحت حافر جبرائيل، ألقى التراب وين؟ ببطن العجل. وإذا العجل يصيح ويتكلم ويصرخ وصارت في حياة. التفت لهم السامري قال هذا ربكم. زين أنتم الآن عبرتوا البحر ونظرتوا بأعينكم يا يهود هذه المعجزة الكبرى، كيف تكفرون وتنقلبون على أعقابكم؟ فعكفوا على العجل وعبدوا. هارون قال لهم ويحكم انتظروا سيعود أخي موسى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجع موسى، الله أخبره قال يا موسى إنا فتنا قومك من بعدك فتنا قومك وأضلهم السامري. السامري هذا العالم المنحرف أضله. منين؟ فجاء موسى بيده الألواح ألقاها وهو متألم، قال ويحكم أنا 40 يوم ابتعدت عنكم، الآن قلبتم كل شيء وعبدتم العجل. وصار موقف عجيب. فالتفت موسى إلى السامري وقال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. أنا رأيت حوافر فرس جبرائيل وقبضت قبضة من أثر الرسول، كذلك سولت لي نفسي. قال له موسى أنا ما أصنع لك شيء، ولكن لك دعوة واحدة، اذهب أنت ما تستحق أكثر من هذا، أنت عالم منحرف خبيث لعين، اذهب. لأن العالم أحبتي مثل السفينة إذا انكسرت غرقت وأغرقت من فيها. فالناس مأمنين بالسامري
وإذا يطلع السامري خبيث لعين فأخذ معه آلاف الناس إلى جهنم. قال له موسى اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اسمع، وإن موعدك، وراح تشوف الموعد مالك، جايك الموعد، لكن إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. كان يمشي ما يستطيع أحد يسلم عليه، أي واحد يسلم على السامري تحترق يد السامري، أي واحد يلمس جسد السامري يحترق بسرعة، لذلك يمشي ويصيح لا مساس لا مساس، إلى أن أهلكه الله. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس.